السلام عليكم. المباني القصيرة واللي بيكون ارتفاعها حتى 5 أو 6 أدوار أساساتها بتبقى عبارة عن قواعد منفصلة، وعشان تشتغل ككتلة واحدة لازم نربطها ببعض عن طريق كمر أرضي بيعرف باسم السميل أو الميدة. فايدته إن هو بيقاوم فرق الهبوط الناتج بين القواعد وبعضها، ومقاومة الإجهادات الناتجة عن الزلازل، وحمل الحوائط الخاصة بالدور الأرضي عليها. يلا بينا نشوف إزاي بتتنفذ صح. اللي قدامنا ديت قاعدة مسلحة، واللي طالع منها ده الميلة، رابطة بين القاعدة المسلحة دي وبين القاعدة المسلحة دي. عندنا عشان نقدر نربط المبنى كويس لازم كل عمود يتربط عندي من اتجاهين، في الاتجاه ده وفي الاتجاه التاني. بعد ما خلصنا صب القواعد العادية وعالجناها بالمية وردمنا على طبقات حوالين منها، ضروري جدا ان احنا نصب نظافة 10 سنتي اسفل الميدة زي ما احنا شايفين كده. مع رفرفة 10 سنتي من كل جانب، وده عشان يحمي حديد التسليح من الردم أسفل الميدة وأثناء عملية الصب، عشان ما يحصلش تداخل بين الردم وبين الخرسانة وتكون تتسبب في نقطة ضعف يبدأ من عندها الصدأ لحديد التسليح.